وأيضا نستقبل هذا الشهر المبارك الكريم بالتوبة لله سبحانه وتعالى. فالتوبة وإن كانت واجبة في كل وقت وحين وفي السنة كلها، إلا أنها تتأكد قبل هذا الشهر المبارك العظيم، لأننا نستقبل شهر الغفران وشهر التوبة، فنستقبله بالتوبة لله سبحانه وتعالى ليتهيأ الإنسان للقي هذا الشهر الكريم ويستفيد منه استفادة جمة. فقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فحث وأمر جل جلاله بالتوبة النصوح، والتوبة النصوح هي التوبة الصادقة التي توفرت فيها شروط التوبة من الإخلاص ومن الإقلاع عن كل الذنوب ومن الندم على ما سلف مما عمله الإنسان وكسبته يداه، وأيضا العزم على عدم العود إلى تلك الذنوب. إذا توفرت هذه الشروط في توبة العبد فهي توبة نصوح، وهذا إذا كان الذنب متعلقا بالله عز وجل. أما إذا كان متعلقا بالخلق فيضاف إلى ذلك شرط آخر، وهو التحلل من تلك الذنوب كسرقة أموال، فينبغي أن ترد إلى أصحابها، وظلم إنسان فلا بد أن يطلب منه العفو وأن يسمح للإنسان، وهكذا. إذا كانت بينك وبين الخلق يضاف إلى ما سلف رد المظالم ورد الحقوق والمصالحة مع الخلق. وهناك شرط آخر وهو التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل الغرغرة. فالتوبة عند الغرغرة لا تقبل. إذا بلغت أن الروح الحلقوم ثم قال الإنسان تبت إلى الله لا يقبل الله توبته. إذن فهذه الشروط إن توفرت في التوبة فهي توبة نصوح، يترتب عليها ما قال ربنا عز وجل: يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ووعدنا ربنا عز وجل بقبول التوبة إن تبنا إليه، فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى. وأمر بالمسارعة إلى التوبة وبالمبادرة إلى التوبة، فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأخبر عز وجل بأن الناس قسمان، إما تائب وإما ظالم. قال ربنا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا ثالث لهذين القسمين، إما تائب وإما ظالم. فالتائب يستفيد من شهر رمضان، والظالم لا يستفيد من شهر رمضان لأنه مقيد. أتى بعض الناس إلى أحد السلف فقالوا له: نريد قيام الليل ولا نستطيع، فقال: كبلتكم ذنوبكم. فالذنوب تكبل عن عمل الصالحات، والذنب يجر إلى ذنب آخر أكبر منه، وهكذا. والطاعة تجر إلى أختها. إذن فلا تتبعوا خطوات الشيطان. نسأل الله أن يتوب على الجميع. ونبينا عليه الصلاة والسلام حث على التوبة في أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. بالله عليكم أيها الإخوة، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولد آدم، ومع ذلك يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. مما يتوب؟ ماذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوب؟ ومع ذلك يكتر من التوبة ويكتر من الاستغفار، حتى إن الصحابة كما في صحيح السنن كانوا يعدون له في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الرحيم، كلاهما 100 مرة.
يعني في مجلس واحد، جلس واحد، السويعة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا حاله مع التوبة ومع الاستغفار. فكيف يكون حالي وحالك؟ ينبغي أن نتوب إلى الله بعدد الأنفاس وبعدد دقات القلب، وهكذا يكون استغفارنا. نحن الذين نخطئ بالليل والنهار وفي الساعات وفي الدقائق، مصداقا لقول ربنا عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول قتادة رحمه الله: عجبت لمن هلك كيف هلك والنجاة معه. قالوا: وما ذاك؟ قال: الاستغفار. فالاستغفار دواء ونجاة للعبد، فأكثروا بارك الله فيكم من التوبة ومن الاستغفار. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا.